السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله معانا مقارنة مهمة جدا اتسألت عليها أكتر من مرة بين جهاز شارب و LG. يعني لو ناوي تشتري تكييف جديد ومحتار بين شارب و LG الفيديو ده ليك. هنقارن بينهم في التبريد والكهرباء، في الشكل وفي الصيانة، والمفاجأة الجديدة عن مواسير شارب اللي بقت مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة. ويا ريت حضراتكم تتابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. أول حاجة في المقارنة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن الأداء والتبريد. بالنسبة لجهاز شارب أداء ممتاز وتبريد سريع خاصة في درجات الحرارة العالية، لكن ال LG تبريد سريع ومستقر بفضل تكنولوجيا الدول انفرتر. طبعا نتيجة المقارنة دي بين الاتنين الجهازين أدائهم قوي، بس ال LG بتتفوق في التكنولوجيا. تاني حاجة معانا هي استهلاك الكهرباء. الشارب استهلاكه جيد، لكن بعض الموديلات مش انفرتر. ال LG الدول انفرتر بتوفر كهرباء بشكل كبير جدا. طبعا نتيجة المقارنة ال LG بيتفوق في النقطة دي. في كمان معانا الصوت أثناء التشغيل. شارب هدوءه ملحوظ جدا وده معروف عن الجهاز من زمان، لكن ال LG هادي جدا، لكن في ناس بتسمع صوت بسيط في بداية التشغيل. طبعا نتيجة المقارنة دي الشارب بيتفوق بحاجة بسيطة جدا عن ال LG. بالنسبة لتنقية الهواء، الشارب بتستخدم تكنولوجيا البلازما كلاستر اللي بتنقي الهواء من البكتيريا. ال LG الفلتر بتاعه مزدوج ضد الغبار والبكتيريا. نتيجة المقارنة الشارب أفضل طبعا من ال LG. بالنسبة للتصميم شارب جهاز بسيط وتقليدي، ال LG جهاز أنيق جدا وعصري جدا. النتيجة ال LG بيتفوق في الشكل عن الشارب بفروقات بسيطة. بالنسبة للسعر الشارب أغلى شوية، ال LG اقتصادي أكتر من الشارب بالنسبة لحكاية السعر. نتيجة المقارنة ال LG مناسب للفئة السعرية المتوسطة. ومعانا كمان خدمة ما بعد البيع. شارب توكيل ممتاز وقطع غيار متوفرة. ال LG توكيل جيد، لكن أحيانا بيبقى فيه تأخير على بعض العملاء. طبعا في النقطة دي شارب أفضل في الراحة النفسية وخدمة الصيانة. في معانا كمان مشكلة المواسير في شارب. في الفترة الأخيرة بعض موديلات شارب بقت بتنزل بمواسير ألومنيوم بدل النحاس، وده سبب مشاكل مع فنيين التركيب، لأن الألومنيوم أقل في التوصيل الحراري، بيتعرض للتلف والتسريب بسرعة وبيقلل من العمر الافتراضي للجهاز. دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها قبل شراء التكييف. بالنسبة للمميزات والعيوب، شارب جهاز هادي، جودة تنقية الهواء ممتازة، صيانة ممتازة، سعر أعلى شوية، بعض الموديلات بمواسير ألومنيوم، استهلاك الكهرباء متوسط. بالنسبة ل LG تبريد سريع، موفر في الكهرباء، تصميم عصري، صوت بسيط في البداية، صيانة مش بنفس قوة الشارب. خلاصة الكلام، لو بتهتم بالتنقية والهدوء وخدمة ما بعد البيع اختار شارب، بس تتأكد قبل ما تشتري الجهاز ان الموديل اللي انت هتشتريه مواسير نحاس. لكن لو بيهمك التوفير في الكهرباء والشكل والسعر اختار LG جهاز ممتاز وجهاز حديث. واكتبوا لي في الكومنتات انتوا اخترتوا اي جهاز فيهم وعلشان ايه. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا معانا النهاردة. متشكر جدا، اشوفكم في فيديو قادم باذن الله.